الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كابتن عبد أبو مازن رئيس فريق مدير فني فريق عبد أبو مازن، تحياتي لحضرتك وكل سنة وأنت طيب. يا كابتن عمار على راسي. أبو الكباتن أتعرف بحضرتك؟ أحمد الرشيد. فريق سعديين، فرقة كبيرة واسم كبير مشرف القليوبية وأنتم من الشرقية. شرفنا. أهلا بحضرتك وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إحنا جروب الناس الرياضي وأول مرة نعمل لقاء بين المديرين الفنيين للفريقين. فايش شعوركم النهارده وانتم جايين تلعبوا قبلنا يا كابتن ان شاء الله؟ احنا مبسوطين اولا ان احنا موجودين في القليوبيه وفي بلد المنشيه، جمهور محترم ودوره كبيره، ماتش صعب قبل النهائي اللي هيكسب يوصل الفاينل. يعني احنا لعبنا كتير قوي نهائيات، بس بجد الواحد عينه على النهائي ده بصراحه. نتمنى التوفيق لينا، بنلعب فريق كبير ليه اسمه وليه تقله في المنطقه برضه. نتمنى التوفيق لينا ويكون ماتش حلو ويمتع الجماهير كلها. كابتن عبده شرفت يا كابتن وفخر القليوبيه والنهارده والشرقيه اخوه مع بعضهم وروح رياضيه، الشرقيه والقليوبيه. شوف بيكم ماتش حلو، الفريقين يلعبوا كره قدم يفوز ويتاهل النهائي على العين وعلى الراس. الف مبروك. والله بتمنى التوفيق للفريقين، يعني مش فارق معانا، فرقه محترمه، ناس محترمين. الكره دي بتعرفنا بالناس، سيبك تشد تصد حاجه بتاع ربنا، انما اروح ان انا اعمل مشكله او الناس تضطهدني، لا انا هروح عشان حب الناس، اتعرف على الشرقيه، اتعرف على الغربيه. هو ده اللي انا جاي لي من الكوره، انا مش جاي لي حاجه من الكوره غير الحب. الكوره عندنا كعبد أبو مازن للتعارف وليس للتفارق يعني. فاتمنى التوفيق للفريقين يعني، والمبروك كله كسبان، الخسران الوهاب كابتن عبده اخلاق رياضيه، كابتن السعديين اخلاق رياضيه ان شاء الله باذن الله. نشكر مع بعضهم كده بنسلم على بعض. شكرا يا كباتن، بالتوفيق للفريقين ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق كبيرة النهارده ويدخل هذا اللقاء بالتوفيق يا كباتن، بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. فكرت في حراسة المرمى وامامه مصطفى اسماعيل واسلام اشرف في الخط الخلفي، في وسط الملعب كحكه واحمد غنيم، وقياده هجوميه لاحمد اشرف ومحمود عسر. على الجانب الاخر الدودو ورفاقه وطوفان السعديين. بيبدا هذا اللقاء لجواني الشافعي ومسعد الشاهين في مباراة يديرها حكمنا الدولي المتميز المتألق محمود كاكا ابن كفر الشيخ ابراهيم. لحظات وستبدأ المتعة الكروية التي كان انتظارها. هنعيش مع بعض صعيدة احداث جماهيرية بكل تفاصيلها وبكل حدثها وبكل لا تقبل الا الفوز. الفائز الوحيد في هذا اللقاء هو الجمهور المتواجد في جنبات ملعب المنشية. هنبدأ المتعة. تعالوا كباتن تعالوا الحكم كابتن على الخطوط ما بين القائد المتميز وموسيمانيا القليوبية والمدير الفني احمد غنيم واحمد اشرف، وفي القدام